السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو اول مرة تشوفي قناتي، انا ام جنى، دي قناتي يوميات ام جنى. بقدم روتينات تشجيعية تشجعك تقومي تشوفي شغل بيتك. ما تنسيش تشتركي في القناة وتنزلي تاخدي لفة كده في الفيديوهات، ولو عجبك الفيديو ما تنسيش اللايك لاختك حبيبتك. تعالوا بقى النهارده هنعمل روتين قوي. زي ما انتم شايفين الأوضة اخر كركبة، الدنيا متبهدلة، غسيل في كل حتة، بطاطين عايزة تتعان كده وتتشال خالص علشان الجو اصلا حر. متستغربوش بقى من الفيديو ان احنا لابسين شتوي، ماشي؟ ولو ما خدتيش بالك اديكي خدتي بالك. احنا كنا لابسين شتوي لان ده فيديو قديم. انتوا عارفين ان انا الفتره اللي فاتت ما كنتش بصور للقناه، فكان عندي فيديوهات ما كنتش عارفه امنتج ولا انزل لكم بالفيديوهات، فلقيت الفيديو العظمه ده فقلت يلا بقى فيديو تشجيعي هو مليان كركبه. انا عارفه انتوا بتحبوا الفيديوهات المتبهدله قوي دي، بتشجعكم. ما تنسيش بقى كوبايه الشاي المتينه بتاعتك بقى، والقهوه النسكافيه على حسب ما انت عايز تشربي ايه. تجيبي بقى الكوبايه بتاعتك في ايدك كده وتقعدي تتفرجي على الفيديو وتستمخي وايه، او تشغلي الفيديو الجميل ده جنبك وانت بتخلصي شغلانتك كده، هيشجعك وهيخليكي زي الفل. تمام. ما تنسيش اللايك بقى لاختك حبيبتك لو عجبك الايه الفيديو. زي ما انتوا شايفين كده الاوضه اخر كركبه وتراب في كل حته وهدوم. الهدوم دي كلها يا جماعه ده غسيل، غسلة على المنشر على الشباك دون، وبلم المنشر بحط زي ما انتم شايفين كده على الارض. الدنيا اخر كركبه. في حاجات كتير قوي مش في اماكنها. مسافه ما هنلم الكركبه دي هتكون الدنيا نطفت خلاص. طبعا مش هنطبق برضو الغسيل مع بعضنا عشان ما تزهقوش. ولو حابين برضو قولوا لي في التعليقات عادي، يعني نطبقه. احنا قاعدين فاضيين ما وراناش حاجه، احنا ورانا ايه يعني؟ الغسيل بقى طبعا بنشيل الشتوي وننزل الصيفي، هنشيل البطاطين دي، هنشيل شويه حاجات كده. ونلم بقى الكركبه الجميله دي. انا عايزه اقول لكم ميرسي على التفاعل بتاعكم في الفيديوهات بتاعتي، وميرسي قوي اني بشكركم خالص انكم بتسمعوا الفيديو للاخر، وانكم بتردوا عليا في تعليقات. انا فرحانه قوي بتعليقاتكم حتى لو تعليق واحد والله. وبفرح قوي قوي بكل حد جديد داخل القناه، وان القديم كمان يعني المتابعين بتوعي بيستنوا الفيديوهات بتاعتي. بحبكم اقسم بالله بحبكم. هتقولي ازاي يا ام جنى وانت ما شفتناش؟ انا يكفي بس كده ان انتوا بتقعدوا تستنوا الفيديوهات بتاعتي، دي حاجه بتفرحني وتخلي نفسيتي زي الفل. ميرسي ليكوا، بحبكوا، ربنا يديمكم نعمه في حياتي، بحبكوا. وهفضل بقى انزل لكم كل يوم فيديوهات كده، ههريكم فيديوهات ما دام انتوا عايزين الفيديوهات بقى. انا مش هبطل تصوير ومش هبطل مونتاج. وزي ما انتوا شايفين بقى الواحد بقى يتطور اهوت، ما بقتش اسرع الفيديو، بقيت اسيب لكم الفيديو بطيء زي ما انتوا عايزين. انا بحاول ارضيكم يا جدعان باي طريقه، بس ربنا يديمكم نعمه في حياتي يا رب. اول حاجه بقى عملتها ان انا هلم كل الكراكيب اللي موجوده في الاماكن، ونمسح التراب اللي موجود في اي حته لو في تراب. كالعاده احنا بنعمل الاوضه دي مع بعض تقريبا كل يوم. وكل يوم بتتكركب كركبه رخمه شويه. هتقولي لي بقى يا ام جنى ده الكركبه دي مش كركبه يوم ولا اتنين، دي كركبه اسبوع ولا شهر. اقول لكم والله لو سيبنا العيال وطلقناهم كده 5 دقايق في مكان هيخربوا. كلكم عندكم عيال وعارفين يا ولاد. العيال مجنننا يا ولاد، ربنا يديهم الصحه بس ويجننونا، واحنا بقى ربنا يدينا الصحه ويقوينا ونقدر نشتغل وراهم. هنعمل ايه؟ ايوه يا اختي حاسه، ايوه حاسين ان انا عايزه اشتكي يا عيني عليا. اه والله الفيديو هيقلب شكوى دلوقتي وهعيط منكم. اخ. يلا هنعمل ايه؟ احنا بقى اتفقنا ان المواعين الاوض هي الهدوم. مادام لمينا المواعين من اي مكان المكان بيروق، نلم بقى الهدوم ونلم البلاوي ونلم الكتب والادويه اللي في كل حته، وربنا يقوينا على اللم. صلوا على النبي يا ولاد، متنسوش تصلي على النبي يا ولاد. نبتدي بقى كده نلم واحده واحده. مادام شيلنا كل حاجه من مكان، من المكان اللي هو مش مكانها، وحطيناها في مكانها، خلاص كده الدنيا بقت تمام. زي ما انتم شايفين كده ابتديت ان انا اخلص التسريحه. وانا بقى بشيل المفارش طبعا اتبهدلت، محطوط عليها كميه الحاجات دي ومش هتتوسخ. فقلت اشيلها برضه اغسلها، ما احنا بنلم يعني كده كده في غسيل وفي ايه نشير وبتاع، فنلم بقى كله مع بعضه كده ونسيب الدنيا ايه نظيفه وفله، واول ما ينشفوا ننشرهم تاني. تمام. كده خلصنا ايه التسريحه. طبعا الكومودينو اللي جنبها معلهوش كركبه قوي، كنا محولين الكركبه كلها على التسريحه. طبعا بقى الكومودينو معلهوش غير الحصاله، هنشيلها. الكومودينو ده بقى بينفع كوبايه ميه، ريموت بتاع، ده اخره يعني. اما التسريحه بقى شايله الكركبه لانها في مدخل الباب، في اللي داخل واللي طالع بيحط عليها. طبعا احنا النظام ده شكلنا زهقنا منه وعايزين نغيره. نغير بقى مع بعضنا شكل الاوضه، وننقل السرير كده ونظبط، لان انا حاسه ان الاوضه ضيقه يعني. ادي الكومودينو في دقيقه نفضنا البتاع، ما دام مفيش اي كركبه مسحناه بقى بيلمع، الدنيا بتنضف في دقيقه. هو اهم حاجه يا اولاد ما يبقاش فيه كركبه. زي ما انتم شايفين خلصنا الاتنين، نروح للكومودينو التالت. الكومودينو التالت بلوه. زي ما انتم شايفين السرير كل حاجه واقعه من كل ناحيه. لما كان جنب الحيطه كانت في حاجات بتبقى
يعني بيسند الحيطه، بتسند كده، لا مخده بتقع ولا حاجه بتقع، ما كانش الدنيا مضيقه قوي كده، يا دوبك حته فاضيه هنا وحته فاضيه هنا، كان في مساحه سرير، مساحه سجاده كده، مساحه كبيره. انا كنت حاسه ان الاوضه كانت اوسع والله، بس قلت اغير من باب التغيير، يا ريتني ما غيرت. مش كل التغيير بيبقى حلو يعني، ادت شكل وبتاع وكده، بس لا مش مستريح. نغيرها مع بعضينا، نشيل السرير ده ونشيل الكومودين والحاجات دي مع بعضينا ونغير. احنا ورانا ايه؟ قاعدين اهو. ورانا ايه؟ قومي خلصي شغلانتك انت كمان، لو عندك حاجه ما تسيبهاش تبات، ما تبيتيش يا ولاد. ما حدش يقول عليا مش نظيفه، اوعوا تقولوا مش نظيفه، ده انا بشتغل مش فاضيه والله لما بفضى بعمل. وبعدين برضو ايه، بسيب بقى كده الفيديو عشان يعمل لكم فيديو متين كده من الروتينات اللي تشجعكم الجميله دي. زي ما انتم شايفين كده، ان شاء الله هصور لكم على طول وانزل لكم فيديوهات. انا فرحانه جدا بالتعليقات زي ما قلت لكم، والتفاعل مع الفيديوهات. ولما فيديو عندي بيجيب مشاهدات وبتستنوا الفيديو اللي بعده، انا بفرح بيكم جدا. ربنا يخليكم ليا والله العظيم، ما يحرمنيش منكم ابدا. يا رب. واتمنى ان الفيديو بتاعي يكون بيشجعكم ويكون خفيف على قلوبكم، وتحطوا لي اللايك وتكتبوا لي تعليقات، عشان انا بحب تعليقاتكم، بحب اقعد ارد عليكم، وبحب ادخل كل شويه اقعد اتابع كده قناه. والله العظيم يا ولاد شجعتوني، اول ما لقيت المشاهدات بتاع الفيديو بتاع العجين دون رفعت شويه، شجعتوني ان انا اقوم امنتج لكم الفيديو ده. دورت كده، بصوا قاعده ادور لكم على فيديوهات قويه واصور لكم مخصوص. مادام خلاص اهم حاجه ايه البرامج بتاعتي اشتغلت، ان انا اقدر امنتج لكم. والله العظيم يا ولاد الزمن كان زي ما يكون الدنيا كلها اتفقت عليا ان انا ما اصور لكوش فيديوهات، وان القناه تقف فجاه، وان قعدت 3 شهور بحالهم مش عارفه اصور ومتضايقه ومش عارفه ارجع لكم، وناس بتبعت لي تعليقات تقول لي انت فين يا ام جنى، وبقى هتجنن واقول له طب هقول لكم ايه يا ولاد، ده انا مش عارفه اصور ولا عارفه امنتج ولا عارفه اعمل حاجه، والتليفون باظ مني والدنيا وقفت كلها ضدي. فجأة سبحان الله ربنا سهلها كده من عنده، والحمد لله البرامج اشتغلت، واتعلمت على برامج جديدة، وبقيت الواحد بقى متشجع عايز يصور لكم. فرحانة برضو كمان ان انتوا يعني بتستنوا الفيديوهات بتاعتي، وان انا يعني حابين القناة. فقلت بقى اعمل لكم فيديوهات بقى، ما احرمكوش من حاجة. يلا ان شاء الله مع حد حوش. بصوا بقى كده، هنشيل البطاطين دي، بطاطين عشان نركنها بقى، خلاص الجو اصلا محرر يعني مش مستاهل. نفرش بقى السرير فرش حلو كده جديد. طبعا الكفر بتاع المرتبه المتين الجميل ده انا فرحانه بيه، وخصوصا ان انا جبته وهي جديده لنج. مفرش من فوق قطيفة ومن جوه مشمع، بيحمي المراتب ان كانت قطن او سوست او اي حاجة من ولاد يوقعوا عصير، يعملوا حمام، يعملوا اي حاجة، اوقات العيال بياكلوا على السرير بيعمل. يبقى المشكلة كلها في المفرش، ما تجيش ناحية المرتبة. مفرش كده كده كل فترة بنبهدل المفارش وبنشتري غيرها، لكن مش كل يوم هتشتري مرتبة. فالصراحة بيحمي، انا شايفة ان هو بيحمي المرتبة كويس جدا. انا لما باجي اشيله اغسله او انفضه او كده، انا بغسله برضو كل فترة، لو وقع عليه حاجة ما وقعش هو نضيفه زي الفل. بصراحة بشيله بلاقي المرتبة زي الفل تحته. ما ندمتش ابدا اني اشتريته، لو كان فلوس باضعاف اللي اشتريت بيه كنت هشتري. الحاجة لما بتبقى حلوة وتحافظ لك على حاجة تعيش جديدة ونظيفة، صراحة بتساوي حقها. ما فيهاش مشكلة ابدا من انك تدفعي في حاجة زي كده. والحاجات في البيت عدل يا ولاد، تحوشوا واشتروا يا ولاد، اشتروا وتعيشوا وتتهنوا كده وتفرحوا بالحاجة. بصوا بقى فرشنا برضو ايه، انا من النوع اللي بحب يبقى فيه دفاية على السرير، بحس كده ان هي بتدي للسرير مركز كده، مركز قوة. بتدي للسرير، بصوا اللي هو مش سهل. المفرش بيقع، الدفاية لا مش سهل تقع ومش سهل تتزحلق مش عارفة. وبحس انها بتحمي المفرش كمان، وبتنضف عن المفرش. يعني باجي اغسلها كده بتلمع، بتملط وبتبقى قشطة. زي ما شفتوا كده حطيناها. هي اي نعم بتاعت سرير اطفال مش مشكله، بس هي كبيره واخده السرير يعني عادي مش فارق. المهم الحاجه تبقى نظيفه يا ولاد وحلوه، مش مبقعه ولا مقطعه، وتبقى جديده وحلوه. مش مهم شكلها ايه، اطفال بقى مش اطفال. دي لون مزهزه هي كمان وحلوه وكده، وغيرت شكل الاوضه. الحاجه مسافه، بصي التنظيف البسيط مسافه ما بنشيل الكركبه الدنيا بتظبط. انا بقى عامله كميه مخدات، مش عارفه ايه كميه المخدات اللي انا عاملاها دي. عامله لكل سرير 3 من الصغيرين دول، مش عارفه ليه متوصيه قوي. معظمهم فرو كمان اللي هو الفايبر. بحب المخدات شويه، بعزها، بتنفع في اوقات الزنقه. هي حد بقى ظهره وجعه يسند عليها، بيتفرجوا على التلفزيون بيسندوا عليها، رايحين جايين فاهمين، هو اي حاجه المخدات دي جميله، مش هتقول لا. كده كنت بحاول كده يا اختي اعمل ايه شكل جمالي بالبطانيه زي ما بنشوف الناس بتعمل، بس شكل المشروع هيفشل وفي الاخر هطبق البطانيه برضه. هو ساعات بيحطوها كده حته بالطول كده وبتاع، تبين هنا ونبين هنا، وفي الاخر النبي لا مغطيه بها السرير.
لا ينفع معانا الحاجات دي. زي ما شفتي بقى كده روقنا كل الكومودينات السرير. بصوا اهي فرشت البطانيه تاني وقعدت بلا شكل جمالي بلا بتاع. بصوا بقى الحافظه القمر دي، الحافظه الجميله دي انا جايباها بقى ان شاء الله. هنشيل السرير ده نغيره نخليه بالطول بدل ما هو بالعرض كده، ونفرش بقى يكون مكان الحته اللي انا واقفه فيها دي هتسيب بقى مكان حافظه كبيره كده زي السجاده. نفرش بقى الحافظه القمر دي واوريها لكم، دي جميله ان شاء الله. هوريها لكم بقى واحنا بنفرش عشان شكلي كده ما جبتهاش في الفيديو. هنبتدي بقى كده ان انا اشيل ايه البطانيه التانية دي كده هتشيل تتركن في الدولاب خلاص. وبصوا بقى دي المفارش اللي هي ايه طلعت من السرير وطلعت من التسريحه والكومودينو والغسيل اللي كان متوسخ. اديني كده شلت ايه دول على جنب هم بقى. والفرشه البرتقاني اللي على الارض دي كده فرشه اكل. كنت كمان هنا بقى بالمره غيرت الجودي وشلت بقى ايه الهدوم الغسيله هتروح للغساله. هي قالت لي بقى لا يا مامي انا عايزه ايه الاسدال البس الاسدال دون وزهقانه. فقلت لها لا اوعي تزهقي نفسك، احنا موجودين في الحياه عشان نريحكم. البسي يا حبيبتي، البسي 5 6 فوق بعض، الجو حر عادي. ما يغركوش احنا لابسين الشتوي الجو حر. الجو اليومين دول يا ولاد شويه اللهم صيبا نافعا وتمطر وشويه مش عارفه في ايه يا جدعان، وعاصفه ترابيه وشويه هوا وشويه حر وشويه الجو نار وشويه الجو تلج. في ايه يا جدعان؟ احنا عايزين حد من خبير الارصاد يطلع يطمنا كده يقول لنا في ايه. لا وام جانا كمان بتكملها علينا جايبه لنا فيديو لابسه فيه شتوي وبطاطين وحاجات. استحملونا يا ولاد. متنسوش تصلوا على النبي، اوعي تنسي اللايك بتاع اختك حبيبتك. تعالوا بقى اما نلم كوم الغسيل ده اللي هيتطبق نقعد بيه في حته نطبقه. احنا مش هنقعد نطبق كده قدام الناس، ما ننشرش غسيلنا كده قدام حد. نلم بقى الغسيل كده ونقعد نطبقه في جنب لوحده ونحط لكل عيل هدومه في دولابه ونظبط دنيته. هنا بقى طبعا شلت الفرشه دي كده خلاص حاميه السجاده، فالسجاده كده الحمد لله نظيفه يعني امان. فالغسيل كده موجود على السجاده ناحيه هناك في الحته النظيفه. الفرشه دي الناحيه دي كانوا بياكلوا عليها. عايزه اقول لكم لعب على الارض اهي بيلعبوا اكل بياكلوا. هرس في المكان بيهرسوا. بس انا بيني وبينكم بحاول على قد ما اقدر ان انا اخلي ان الهرس بتاعهم يبقى في مكان واحد. يعني يلا مش مشكله اوضه اتكركبت المهم الشقه بقى ايه بقيه الشقه نظيفه. يعني كركبه بكركبه بدل ما تمشي تكركبي هنا وهنا وهنا وبدل ما تلاقي نفسك عايزه تروقي الشقه كلها اما تيجي على اوضه مش مشكله. زي ما انتوا شايفين كده حاولت ان انا الم ايه ما يمكن انقاذه انقذ ما يمكن انقاذه من الالعاب والم على قد ما اقدر. مطلعه لي كميه العاب يا اولاد. بصوا يا خبر اه. قلت لكم لو سيبنا العيال على المكان ساعه زمن هيبقى خرابه. اتفضلوا بتعمل ايه بكل الالعاب دي ولعبه ايه مش فاهمه كميه العاب يا بس مجرد بس الواحد يشيلها يفككها ويركبها تاني هتاخد ساعتين في اللم بس ان احنا نلمها. حطلها بقى مطرح ما انا واقفه كده. دي كرتونه العاب مليانه على اخرها زنقاها جوه كده مخبياها مفيش فايده برضو ايه. طلعت منها لما شبعت وانا قلت ايه نلم الزياده وبعدين نبقى نرص براحتنا. متنسوش تقولي لي يا ولاد الفيديوهات لما كنا بنسرع كانت احسن ولا لما هي كده بطيئه زي ما انتوا شايفين كده. ادخلي التعليقات كده قولي الله يقويكي يا ام جنى على اللي عندك دول عمالين يبوظولك ويكركبولك. ام جنى بتنضف يلا هي ولاد 24 ساعه. ام جنى مش مخليه هم اللي مبهدلين الدنيا، مبهدلين الدنيا ومبهدليني معاهم. انا بشتكي لكم منهم. نشيل بقى نبتدي نشيل يا ام جنى الله يقويكي الله يقويكي يا بنتي شقيانه والله. رجل الراجل اخر النهار يقول لك انت بتعملي ايه بتعملي ايه. يجي يشوف بقى بيقعد يتفرج بقى. المفروض يقعد يتفرج على الفيديوهات دي ويشوف انا عملت ايه. والله يا ولاد شوف كانت ايه وبقت ايه. يجي يلاقيها فله يقول لك انت بتعملي ايه هو انتوا وراكوا حاجه. ما يعرفش ان اللي بنبنيه بيهدوه ونرجع نبنيه ويهدوه وننضف ويوسخ وننضف ويوسخ وربنا يخليهم. يلا هنعمل ايه بس يلا. والله يا ولاد بنعلمهم النظام بنعلمهم النظافه وكويسين وكل حاجه بس برضو ما بنحبش نخنق العيال قوي. خليهم كده ياخدوا براحتهم، ياخدوا راحتهم كده ويتحركوا ويعملوا وياكلوا ويلعبوا ويتنططوا. كانوش ياخدوا راحتهم في بيتهم ياخدوا راحتهم فين. بصوا البنات بقى وحنيه البنات كده اللي جايه تقول لي خدي يا ماما كلي. بنات نعمه ورزق واسع وحاجه كده. كل اللي عنده بنت ربنا يخليها له يا ولاد واللي ما عندوش ربنا يديله. كده شيلنا بقى ايه كل كل الهدوم زي ما شفتوا. خلصت بقى كده خلاص في ثواني. هي هتاخد بقى وقت في التطبيق بس مع نفسنا احنا قاعدين احنا ورانا ايه
نطبقها على مهلنا بعدين. كده كده شلنا كل الألعاب، كده شلنا الهدوم، شلنا كل حاجة، الهدوم المتوسخة والمفرش اللي كانت متبهدلة على السرير. كده مفيش أي حاجة غير إن احنا هنكنس الأرض وهنمسحها. طبعا الحمام لو محتاج تنظيف برضو بنضفه، وساعات بجيبه معاكم في الفيديو بنضفه ازاي وكده، وساعات ما بجيبوش لأن الحمام بتاع الأوضة ده بيبقى ضيق، في التصوير برضو فيه بيكون صعب شوية، فمش ايه يعني مش على طول بجيبه وانا بنضفه. ممكن اجيبه ايه كان عامل ازاي مثلا، انه بقى عامل ازاي. هنا بقى جودي عماله تعاكسني، بس هي مسلياني والله يا ولاد، هم بياخدوا بحسنا. البيت برضو لازم يبقى فيه اطفال على طول، ربنا يدي كل من كان. ابتدي بقى اشد كده الايه الكراسي اللي هناك دي عشان نكنس مكانها ونجيب من هناك. طبعا ايه شلنا السجاده الصغننه والدوسه بتاعتها. الدوسه دي بتكون موجوده بقى قدام باب الحمام كده او قدام باب الاوضه. هنكنس بقى ايه الارض كده على السريع. طبعا هي نظيفه مش محتاجه، بس هو كان فيه شويه بقى كركبه يعني. بصوا اخر كركبه في الهدوم والكتب والحاجات دي، حاجات مش في اماكنها، ادويه، حاجات من دي. أم، هو حد يقول عليا معفنه، انا بنضف والله. بصوا مفيش بيت ما بيكركبش، مفيش بيت ما بيكركبش. يتكركب في ساعة زمن، يتكركب في يوم، يتكركب في عمر. هو بيتكركب واحنا بننضف، واحنا وراناش حاجة، احنا طول النهار قاعدين نوسخوا مواعين ونغسل لهم، يعملوا مش عارف ايه، يعمل لنا اكل ونعمل الاكل ونوسخ وننضف، يغسلوا اللي يبوظوا الهدوم واحنا ننضف. احنا قاعدين ما التنظيف ما بيبطلش، مفيش حد بيبطل شغل، كلنا شغالين. قومي كده اهم حاجه ايه، تنشطي وخلصي شغلانتك كده، ويقولي ياه ده الاوضه بتاعت ام جنى كانت معفنه، ده الاوضه بتاعتي انضف منها، مش هتاخد وقت، ده هتاخد دقيقه مني. وقومي كده وتنشطي وظبطي. ومهما تكون متبهدله مش هتبقى زي بهدلتي، وحتى لو متبهدله قومي يا شيخه كده نضفي، هيبان عليها نظافه، هيبان الفرق كده وهيشكروكي، هتحسي كده انك عملتي حاجه. طبعا الترابيزه المتينه بتاعتنا بنذاكر عليها، بناكل عليها، بنعمل كل حاجه عليها، برمي الغسيل عليها، بحط السبت كده زي ما انتم شايفين بتاع الغسيل، واطلع اقف على الشباك عليها. بصوا كل حاجه عليها. شيء حملت اسيه الترابيزه الجميله بتاعتي دي، ربنا يخليها لي. والله عايزه اقول لكم دي من عزال حماتي، ده بتاعت حماتي يعني، من عزال حماتي من قيمتها. خدتها انا، كانت موجوده عندي بقالها فتره، ولما جيت شطبت الشقه رحت جايه دهنها دهنه حلوه ومسمره المسامير من الاول تاني، وانا بعمل كسوه لركنه رحت جايه عامله لها فرشه برضه، وقلت يلا مش خساره فيها، هي شايله معانا. من القايمه بتاع حماتي والله يا ولاد. هنا بقى نكنس. بصوا الهرس كله بيبقى في الحته دي بقى، كل اللي قاعد على السرير في الحته دي بياكل بيشرب بيعمل، بيروح جاي موقع ايه حاجات. بصوا الحاجه ما ده، بصوا في ثواني كنس السيراميك فاتح بيلمع في دقيقه، لو في بقعه ولا حاجه كده في دقيقه بالشرشوبه بتكون الدنيا بقت زي الفل. المهم ان انت ما تكسليش عن شغلانتك وتقومي كده تشتغلي، وما تنسيش اللايك بتاع اختك حبيبتك. انا عارفه ان انا زهقتكم كل شويه اللايك اللايك، بس هنعمل ايه، مش بنتعب وننزل فيديوهات، يبقى انتوا كمان تحطوا اللايكات. هنا كده ايه، ابتدينا ان احنا نلم التراب بقى اللي طلع من الأوضة، غير اللي كان أصلا مركون ورا الباب. يعني الواحد ساعات كان بيكنس كده، بيجيب مثلا يجيب المطبخ على الأوضة، يجيب الأوضة نفسها ويركن الزبالة وراها، يجيب مش عارف ايه وبتاع، كسل يجيب الجاروف ففي شوية تراب. هنلم بقى كده كله مع بعضه ونروح جايين مسحين مسحة خفيفة برضو كده، لأن هي أصلا الأوضة مش متبهدلة بس برضو محتاجة تلميعة. بما إن احنا بقى بنروق وهنفرش وتبان الفرق وبتاع، يبقى ايه ندي بقى تلميعة. تمام. هنا بقى كده خلاص نشيل الزبالة وبالمرة ارميها في الشنطة ديت عشان التراب ما يقعش مني. جاروف ده حلو قوي، كنت جايباه معاكم برضو في فيديو مشتريات، بس والله العظيم جميل. قعدت فتره كان الجاروف بتاعي مكسور، كنت زهقانه من الموضوع ده، يوم ما جبت لقيت ده نوع حلو قوي، فرحت جايباه. شكله صراحه بيشجع، ما بيسيبش سنتوف التراب كده على الارض. هنا بقى كده خلاص خلصت، وهنبتدي بقى ايه ان احنا، بصوا تسريحه كده تمام. هنمسح المرايه في اي حاجه بنلمع. بصوا بقى انا في الازاز ده باجي اقوم جايه ملمعه بخلقه مبلوله ولا بحاجه مبلوله، اقوم جايه منشفه يا بفوطه ناشفه تاني، بعد كده يا بمناديل يا بتاع، اللي هو ايه يعني، اللي يقعدوا يقولك فكره الجرايد دي، يعني قصدهم حاجه تنشف. الحاجه تنشف بعد الميه اللي انت بتحطيها او ملمع او اي حاجه، ملمع الازاز ما دام نشفتي يبقى هتلمع معاكي وهتنشف وهتبقى زي الفل. تمام. هنا بقى كده كنت خلاص مسحت الايه
تسريحه اديتها تلميعه. عندي طبعا لو في اي حاجه في الحيطان، احنا بننضف الحيطان مع بعض اول باول يعني، مش سايبينها، وبننضف زراير الكهرباء وبننضف الاوكر بتاع البيبان والشبابيك. بصوا ما بنخليش بقى يعني، طبعا غير الباب والشباك نفسه ساعات بيبقى فيه ايه حاجات عايزه تلميعه كده زياده، فبت ايه تمشي انت عليها. تمام. رفوف الجبس بتنضف، تسريح الكومودينات، الحاجات. الفازة القمر دي بتدي شكل حلو كده في المكان. يا ديكوراتك يا مجن، يا ديكوراتك. هنفرش. شكل الارض نظيفه الحمد لله، الارض نظيفه مش هنمسح. الستاند وقع. ايه الستاند وقع؟ الحق الموبايل. هنفرش بقى كده السجاده مع بعض ونشوف الشكل النهائي للاوضه. ما خدتش مننا وقت، ما يغركوش بقى الغسيل، انا هاخده بقى على جنب واقعد اطبق كده مع نفسي واستمخ واحط لكل واحد هدومه في دولابه. انا بس مش عايزين ايه نضايقكم، احنا عايزين الفيديو يبقى خفيف على قلوبكم عشان تحطوا لي اللايك كده وشوفي ام جنى اوضتها كانت قد ايه ووحشه وبقت فله وجميله ومتشجعه وخلصي شغلانتك انت كمان. مهما تكون الدنيا عندك متبهدله مش هتكون زي ما كانت عند ام جنى. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد على خير. مع السلامه، باي باي.